السؤال مديك ماتريكس A وماتريكس B وطالب انك تضرب ماتريكس A في ماتريكس B وطالب A inverse وطالب 3B. طيب سهلة ان شاء الله. اول حاجة هجيب ال A في ال B. طيب ال A في ال B كان بيجي ازاي؟ تفتح ماتريكس اسمها AB equal، ماشي، وتفتح برضو ماتريكس 3 في 3. طيب كنا بنشتغل فيها ازاي؟ بنمسك صف ونضربه في عمود كامل، ماشي، فبنبدأ بالصفوف. ادي اول صف هنضربه في كل العواميد بتاعة الماتريكس التانية. طيب ماشي، اول صف هضربه في كل العواميد. يبقى دلوقتي انا همسك عشان اجيب الخانة دي، همسك الصف ده اضربه في العمود ده. يلا بينا. ماشي، 1 في 2 ب2 زائد -2 في 2 ب-4 زائد 0 في 5 ب0. طيب 2 زائد -4 هيبقى كام؟ هيبقى -2. تمام. طيب نكمل. دلوقتي انا جبت اول خانة. طيب اجيب الخانة اللي بعدها، برضو همسك اول صف اضربه في العمود التاني اللي هو ده. طيب بعمل كده ازاي عشان ما خدش باله في اللي فاتت؟ بضرب العنصر ده، ثانية، بضرب العنصر ده في العنصر ده، مش ده، معلش ثانية عشان شغال في العمود التاني. العنصر ده في العنصر ده زائد العنصر ده في العنصر ده زائد العنصر ده في العنصر ده، وبحطهم في الخانة اللي هو عليها الدور. طيب نفضي الكلام ده كله وهنشتغل هنا وهنا. ماشي، أول حاجة هضربها 1 في -1 هيبقى -1 زائد -2 في 4 هيبقى -8 زائد 0 في 1 ب0. طيب -1 زائد -8 يبقى -9. تمام. نخش على الخانة اللي بعدها. طيب هعمل ايه؟ الصف الأولاني برضو في العمود التالت اللي هو ده. ماشي، 1 في 3 3. ثانية أفضي الحتة دي برضو. 1 في 3 3 زائد -2 في 0 0 زائد 0 في -2 ب0 برضو، يبقى الخانة دي هتبقى 3. طيب خلاص خلصنا كل العواميد، هنعمل ايه؟ خلاص خلصنا كل العواميد، يبقى نخش في الصف التاني في الماتريكس التانية. طيب اهو همسك الصف التاني برضو هضربه في كل العواميد. ماشي، نجيب أول خانة اللي هي دي. يلا بينا. 3 في 2 3 3 في 2 6، معلش أنا آسف. 3 في 2 6 زائد 5 في 2 10 زائد -4 في 5 يبقى -20. طيب 6 زائد 10 زائد -20 هيبقى -4. تمام. ماشي، نخش على الخانة اللي بعدها. خلاص خلصنا الصف الأول، نخش في الصف خلصنا قصدي العمود الأول، نخش في العمود التاني. تمام، فضي برضو دي. 3 في -1 ب-3 زائد 5 في 4 20 زائد -4 في 1 يبقى -4. طيب اجمع دول، -3 زائد 20 زائد -4 هيبقى 17. لا 13، معلش 13. تمام. فضي ده فضي ده. ماشي، نخش على اللي بعده. انا خلصت العمود الاول والعمود التاني في الماتريكس التانية، نخش على العمود التالت. طيب 3 في 3 9 زائد 5 في 0 0 زائد -4 في -2 هيبقى 8. طيب 8 زائد 9 هيبقى 17. تمام، نخش على اللي بعده. خلصنا خلاص كل العواميد بتاعة الماتريكس التانية. نخش بقى على الصف التالت في الماتريكس الأولى. ماشي، وبرضه نضربه في كل العواميد. ماشي، يلا بينا. 2 في 2 4 زائد 6 في 2 12 زائد -3 في 5 هيبقى -15. طيب 12 زائد -15 -3 -3 زائد 4 يبقى 1. طيب يبقى الخانة دي ب1. تمام، فضي كل ده وإيه، نخش في العمود اللي بعده. 2 في -1 هيبقى -2 زائد 6 في 4 24 زائد -3 في 1 ب-3. طيب -2 زائد -3 -5 -5 زائد 24 هيبقى 19. تمام، حط هنا 19. فضيلي كل ده. يلا نجيب آخر خانة خالص، آخر صف في آخر عمود.
2 في 3 6 زائد 6 في 0 0 زائد سالب 3 في سالب 2 هيبقى 6. طيب 6 زائد 6 12. ماشي، انا كده جبت ماتريكس A مضروبة في ماتريكس B. ماشي، يلا نخش في اللي بعده عشان ما نطولش. يلا بينا نجيب المطلوب التاني اللي هو ال A inverse. طيب ال A inverse كان ليه قانون. ايه هو القانون؟ اول قانون بيقول لك A inverse، ماشي، اللي انا عايز اجيبه واحد على determinant ال A، وده رقم يا اما يبقى given يا اما انت بتحسبه، بس احنا ما خدناش طريقة حسابه فبتكتبه زي ما هو كده في ال adjoint ال A. adjoint ال A ده هو C transpose. ايه هو C transpose؟ السي ده ماتريكس انا هحسبها دلوقتي. طيب ترانسبوز دي ايه؟ هشقلب الصفوف اخليها اعمدة. طيب يلا بينا دلوقتي نجيب السي. ماشي، فضي الكلام ده كده، يلا بينا نجيب السي. طيب السي بتيجي ازاي؟ قبل ما اجيب السي لازم اعرف حاجه بس كده في السريع. ايه هي؟ بص، لما بكتب السي تبقى ماتريكس 3 في 3. ماشي، في كذا خانه الاشاره بتاعتهم بتتغير، دي اشارتها بتتغير، دي اشارتها بتتغير، دي اشارتها بتتغير، دي اشارتها بتتغير. تمام تمام، يعني لو هي موجب هتبقى سالب، ولو هي سالب هتبقى موجب. طيب شيلي بقى الكلام ده كده بس ما تنساش. ماشي، فعشان لو بنحسب حاجه ولقينا في غلطه وطلعت ده السبب هتضايق جدا بصراحه. ماشي، يلا بينا نشتغل. انا بجيب اصلا ازاي كل عنصر. انا دلوقتي عايز احسب العنصر ده، بشطب على صفه وبشطب على عموده. طيب قبل اي حاجه بس انا عايز اشطب على البي كلها عشان ما تزودنيش وبشتغل منها بالغلط. ماشي، بشطب على صفه وعلى عموده. تمام، وبعدين بضرب ده في ده ناقص ده في ده واحط الناتج بتاعهم هنا. طيب ونفس الكلام مع كل العناصر، كل عنصر هعمل معاه كده، اشطب على صفه واشطب على عموده. طيب يلا بينا نجيب اول عنصر. 5 في سالب 3 هيبقى سالب 15. ماشي، سالب 15 ناقص سالب 24 هيبقى سالب 15 ناقص سالب 24 هيبقى 9. ماشي، اشطب على الكلام ده كده واكتب لي هنا 9. ماشي، يلا نجيب الخانة اللي بعدها. هنشطب على صفها وعلى عمودها. طيب صفها وعمودها. طيب اعمل ايه؟ 3 في سالب 3 هيبقى سالب 9، وناقص سالب 4 في 2 ناقص سالب 8. طيب سالب 9 ناقص 8 هيبقى سالب 1. اكتب هنا سالب 1. يعني صح والنبي، عشان انا قلت لك ان الخانة دي اشارتها بتتغير، يعني هي سالب 1 هكتبها هنا 1. ليه؟ في هنا اشاره بتتغير، ما تنساهاش، مهمه جدا جدا جدا. ماشي، فضي الكلام ده ونجيب يلا الخانه اللي بعدها. ماشي، ممكن دي بس نجيب دي. لا ارجع تاني. بس تعالي كده شويه. ماشي، نجيب يلا الخانه اللي بعدها، نشطب على صفها وعلى عمودها. صف وعمود. اتبقى لي ايه؟ اتبقى لي دول، هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 3 في 6 ب 18 ناقص 5 في 2 10. طيب 18 ناقص 10 بيساوي 8. هكتب هنا 8. هكتب 8 عادي. هنا هكتب 8 برضه، بس هنغير اللون. ليه كتبت 8 هنا عادي ما غيرتش الاشاره؟ انا قلت لك الاماكن اللي بتتغير اشارتها هنا وهنا وهنا وهنا. ماشي، ما تنساش. طيب يلا نجيب الخانه اللي بعدها. ماشي، فضي الكلام ده ونشطب على صفها وعلى عمودها. هنجيب دي نشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، اتبقى لي كام رقم دول؟ هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، سالب 2 في سالب 3 يبقى 6 ناقص 0 في 6 بصفر. ماشي، يبقى الناتج معايا هنا طلع 6. هكتب هنا 6. افهم بقى، سالب 6. ماشي، الخانة اللي بعدها على طول نشطب على صفها وعلى عمودها. نشطب هنا على الصف وعلى العمود. ماشي، اتبقى لك ايه؟ اتبقى لك دول، تضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 1 في سالب 3 سالب 3 ناقص 0 في 2 0. طيب هيبقى الناتج معايا هنا سالب 3. هكتب هنا سالب 3. هكتب سالب 3 عادي. ماشي، خش على اللي بعده. الخانة اللي بعدها هشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، هضرب 3 في 6 18 ناقص 5 في 2 10. يبقى الناتج معايا هنا طلع 8 برضه. هكتب 8. لا، وغالبا عندي حاجة غلط في الحساب. غلطت غلطة، يعني غلطة فنية. ماشي، أنا يعني علمت على صف غلط. ماشي، هو المفروض أنا بجيب الخانة دي المفروض أشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، أنا شطبت على صف غلط. طيب يلا نشطب على صفها وعلى عمودها، ده وده. ماشي، بقى لي إيه؟ بقى لي دول.
هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 1 في 6 6 ناقص -2 في 2 ب-4. طيب 6 ناقص 4 هيبقى 6 زائد 4 يبقى 10. هكتب هنا 10؟ لأ، -10. ليه كتبت -10؟ ما قلت لك بقى المكان ده إشارته بتتغير بقى. ماشي، يلا على اللي بعده. ممكن أكتب الحاجات اللي إشارتها بتتغير بالأحمر. دي هنا -6 -10 -6 -10 عشان عينك تاخد على إن المكان ده إشارته متغيرة. طيب وبعدين يلا نجيب الخانة اللي بعدها، نشطب على صفها وعلى عمودها. ركز، أنا عايز أجيب هنا نشطب على صفها وعلى عمودها. طيب هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، -2 في -4 هيبقى 8 ناقص 0 في 5 0. ماشي، هكتب الناتج بتاعهم 8. هكتب 8 ولا هكتب -8؟ هكتب 8 عادي. ليه؟ كان ده إشارته مش بتتغير. طيب يلا على اللي بعده. الخانة اللي بعدها أشطب على صفها وعلى عمودها. أشطب هنا وأشطب هنا. هيتبقى لي إيه؟ هيتبقى لي دول. هضرب ده في ده ناقص ده في ده. 1 في -4 -4 ناقص 0 في 3 0. ماشي، يبقى الناتج معايا هنا -4. هكتب -4؟ هكتب -4 عادي. ماشي، الخانة اللي بعدها هشطب على صفها وعلى عمودها. آخر خانة خالص أهو، صفها وعمودها. اتبقى لي إيه؟ اتبقى لي دول. هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 1 في 5 5 ناقص -2 في 3 -6. ماشي، 5 ناقص -6 هيبقى كام؟ هيبقى 11. ماشي، هكتب هنا 11. أنت لو لقطت الغلطة هيبقى تبقى جدع يعني. 11 أنا غلطت في اللي قبلها. إيه؟ عمال أقول لك ما تتلخبطش والكلام ده كله، وأنا نسيت أغير الإشارة برضو في الخانة دي. ماشي، هي المفروض -4 أخليها 4. معلش يا جماعة يعني، عادي بقى. ماشي، أنا كده جبت السي. دي هتأكد من الأرقام. الأرقام الحمد لله صح. ماشي، أنا كده ما جبتش الإنفرس. أنا كده جبت إيه؟ أنا كده جبت السي. طيب بعد ما جبت السي وبعدين أنا قلت لك القانون كان فيه إيه؟ كان فيه سي ترانسبوز، يعني أشقلب الصفوف أخليها أعمدة. طيب يا عم سهل. تعالى هنا كده واكتب لي سي ترانسبوز وشقلب الصفوف خليها أعمدة. ماشي، الصف ده خليه عمود. 9 1 8 9 1 8. ماشي، -6 -3 4 -6 -3 -10. أنا آسف، -10. ماشي، آخر صف أخليه عمود. 8 4 11. الحمد لله شغال مظبوط. ماشي، امسح لي بقى اللي فوق ده. تعالى هنا، روح أصلا مش عايزها تاني خلاص. ارجعي تاني بقى. بس سي ترانسبوز جبتها هنا اهو. ماشي، السؤال هيتحل ازاي بقى؟ بص تاني في القانون. قلت لك 1 على determinant ال A مضروب في adjoint ال A اللي هو السي ترانسبوز. طب انا جبت السي ترانسبوز وبعدين هقول لك ان ال A inverse بتساوي الماتريكس دي اللي هي 9 -6 8 1 -3 4 8. دي كام دي؟ 4 11. تمام، اشطب لي على ده مضروب فيه 1 على determinant ال A. طيب احسب determinant ال A؟ لو بتعرف احسبه. بس كده انت كده خلاص حليت السؤال. يلا نخش على اللي بعده. اخر مطلوب بقى، ده اسهل حاجه ممكن تتجاب. ماتريكس دي اضربها في 3 عادي جدا. اكتب 3 بي ايكوال ماتريكس 3 في 3 واضرب كل عنصر في البي في 3. ممكن بس اشخبط على ايه عشان مش هحتاجها دلوقتي وما تزودنيش. طيب اضرب كل عنصر في 3. 2 في 3 6 -1 في 3 يبقى -3 3 في 3 9 2 في 3 يبقى 6 4 في 3 12 0 في 3 0 5 في 3 15 1 في 3 3 -2 في 3 يبقى -6. بس كده السؤال اتحل. السؤال التاني ومن الأسئلة التقيلة على قلبي بجد اللي مبحبوش، بس عادي يعني بيتحل. سؤال ايه؟ معادلات عايزك تعمل لها سولف، تحولها لماتريكس تمام، وتشوف الرانك بتاعها وتجيب المتغيرات والكلام ده كله، تجيب الاكس والواي والزد يعني. طيب بنعمل الحوار ده ازاي؟ يلا بينا نشوف. مش عارف قلبت بتاع تيك توك كده ليه. لا بص، هكتب الكلام ده على شكل ماتريكس. طيب اكتبه على شكل ماتريكس ازاي؟ افتح ماتريكس هنا
واعتبر ان في فوق هنا اكس، وان في هنا واي، وان في هنا زد، وان هنا في فري تيرم. ماشي ماشي. اقول لك على حاجه، سيبك من الفري تيرم دلوقتي، هنعمل له ماتريكس لوحده. ماشي. اكتب تحت الاكسات الكوفيشنت بتاع الاكس هنا. طيب هنا هحط 1 3 2، ومكان عند الواي قصدي تحتها احط 2 وسالب 5 و4. طيب ومكان الزد هحط سالب 2 و4 وسالب 4. طيب دي ماتريكس هسميها انا ماتريكس ايه. ماشي. في ماتريكس تانية اسمها ماتريكس بي. ماتريكس بي دي جواها ايه؟ ماتريكس بي جواها الفري تيرم 3 1 7. بس كده، دي ماتريكس بي. ماشي. هاتها لي هنا كده وصغرها برضو خالص، وبرضو ماتريكس ايه هاتها لي وصغرها خالص وسيبهم هنا. ماشي. ممكن بس امسح الاكس والواي والزد دول عشان ما بيتكتبوش. ماشي. ودي ماتريكس بي. تمام. ايه بقى العمل دلوقتي؟ انت هتلزق الاتنين في بعض وهتسميها ماتريكس ايه اكستنشن بي. تمام. سهل. ماشي يا عم. هاتلي الماتريكس دي برضو تعبناها معانا. خدها كوبي. ماشي اهي. وبعدين شيل دي والزق فيها ماتريكس بي اللي هي 3 1 7. تمام. ماذا بعد؟ دي ماتريكس ايه اكستنشن بي. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي المطلوب مني ان انا اعمل هنا مثلث اصفار عشان المعادله تبقى سهله في الحل. طيب بعمل كده ازاي؟ بالخواص اللي كنا واخدينها قبل كده. طيب ايه هي الخواص دي؟ بمسك صف بضربه في رقم بجمعه على صف تاني وبحطه في الصف اللي انا جمعت عليه. ايه؟ هقول مش عارف بعمل كده ليه والله. بص يا عم، دلوقتي مثلا انا حاطط في دماغي ان انا عايز اخلي دي صفر. ماشي ماشي. هعمل ايه؟ رقم واحد هيساعدك. رقم واحد اللي هو ده هيساعدك ازاي؟ اضرب رقم في واحد ده واجمعه على التلاتة هتطلع معاك صفر. طيب ممكن بس الهيكل بتاع المعادلة اللي انا بقول عليها دي. ماشي هوريك دلوقتي انا هعمل ايه. هكتب سالب 3 في سالب 3 في واحد زائد 3 بيساوي صفر. ايه اللي انا عملته ده؟ حاجة بديهية، سالب 3 زائد 3 بيساوي صفر. بس بعدين يعني اقول لك يا عم، الواحد ده فين؟ في R1. طيب شيل لي الواحد ده وحط لي هنا بالابيض R1. ماشي. والتلاتة دي هنا ايه؟ R2 الرو التاني الصف التاني. ماشي. R2. ما بكتبهاش كده بقى، سيبك بقى من كل اللي انا كتبته ده دلوقتي. بكتب الكلام ده ازاي؟ بكتب سالب 3 R1 بلس R2 هيتحط في R2. ده شكل المعادلة. سيبك بقى من اللي انا قلته اللي فات ده عشان ما لخبطكش. ماشي. طيب بعد ما بعمل كده ايه اللي بيحصل؟ بضرب الصف الاول في سالب 3. طب بحطه فين؟ بحطه في الصف التاني. ماشي. وبجمعه طبعا على الصف التاني. يلا بينا نشوف هنعمل الحوار ده ازاي. صغر شكل المعادلة دي. خليها فوق ويلا نشتغل. بص يا عم، انا وانا بحل سؤال زي ده بعمل ايه؟ بشوف انهي صف اللي هيتغير. الصف ده هو اللي هيتغير، اللي بيبقى بعد البلس واللي بعد السهم، هو ده الصف الوحيد اللي بيتغير. طيب فبعمل ايه دلوقتي؟ بنقل الماتريكس هي بالظبط ما عدا الصف ده بسيبه فاضي عشان لسه هشتغل عليه. طيب ايه الصف اللي هيتغير؟ قلنا R2. سيب R2 فاضي. ماشي. وحط في R1 1 2 سالب 2. ماشي 3. ماشي. والصف التالت نحط فيه ايه؟ نفس الكلام اللي كان فيه 2 4 سالب 4 7. طيب وبعدين بقى هحط ايه في الصف التاني اللي احنا بقى المعادله اللي احنا لسه قايلين عليها؟ امسك كل عنصر في الصف الاول اضربه في سالب 3 واجمعه على الصف التاني وحطه في الصف التاني. طيب يلا بينا. همسك الواحد ده هضربه في سالب 3 يبقى سالب 3. سالب 3 اجمعها على 3 يبقى هنا فيه معايا صفر. خير وبركه. ماشي. نفس الكلام مع العنصر اللي جنبه على طول. همسك الاثنين دي هضربها في سالب 3. 2 في سالب 3 يبقى سالب 6. سالب 6 هجمعها على سالب 5 اللي تحتيها على طول دي سالب 6
زائد سالب 5 هيبقى سالب 11. يا رب اطلع بحسب صح. ماشي. بعدين العنصر اللي جنبه على طول السالب 2 همسكها هضربها في سالب 3 تبقى 6. 6 هجمعها على الأربعة اللي تحت دي، 6 زائد 4 10. ماشي، حط هنا 10. وبعدين آخر عنصر اللي هو التلاتة دي، ما هو التلاتة دي برضو معانا. التلاتة دي ضربها في سالب 3 هتبقى سالب 9. سالب 9 هجمعها على الواحد هيبقى سالب 8. ماشي، أنا كده عملت أول معادلة. طيب حققت اللي أنا عايزه؟ حققت اللي أنا عايزه. إيه هو اللي أنت عايزه؟ جبت الصفر اللي أنا كنت عايزه. طب وبعدين؟ هقول لك وبعدين نجيب بقى بقية الأصفار. يعني تعالى نركز دلوقتي على الصفر ده. نركز على الصفر ده. ماشي. ايه بقى شكل المعادلة؟ انا قلت لك الواحد دايما هيساعدك. لو معاك واحد هنا الواحد ده هيساعدك. طيب هيساعدك ازاي؟ يلا بقى نكتب معادلة تانية زي اللي احنا كاتبينها من شوية دي. ماشي، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجمعه على الاتنين يديني صفر. 2 زائد سالب 2. طيب سالب 2 اعرف ازاي اجيبها بالواحد؟ سالب 2 في واحد يديني سالب 2. طيب يبقى انا هضرب الصف الاول ده في سالب 2. يا رب ما تكونش تهت مني، ولو تهت مني عيد الفيديو عشان مش هعيدها تاني، او هنعيدها كتير اصلا بعد شويه، بس ماشي يعني. اكتب المعادله. قلنا سالب 2 R1 زائد R3 احطه في R3. ده شكل المعادله. هاتها كده وخليها فوق عشان لما نيجي نشتغل. هنا اهي. تمام تمام. يلا بينا نكتب ماتريكس تانية ونشتغل. يلا. طيب اول حاجه بعملها ايه؟ انا قلت لك انهي صف اللي هيتغير؟ R3 صح؟ يبقى تكتب R1 و R2 زي ما هما بالظبط. طيب 1 2 سالب 2 3 0 سالب 11 10 سالب 8. ماشي. الأرقام مش واضحة صح؟ يلا بينا نكتب الماتريكس تاني ونثبت الحاجات اللي احنا قلنا هنثبتها، اللي هي ايه؟ اللي هي R1 و R3. أنا عايز أكبر المكان. ماشي كده. طيب ثبت اللي كان متثبت. 1 2 سالب 2 3 0 سالب 11 10 سالب 8. كده أوضح. طيب ماشي. المعادلة كانت بتقول لك ايه؟ سالب 2 R1. ماشي، يعني تمسك كل عنصر في R1 تضربه في سالب 2 وتجمعه على الصف التالت. يلا بينا. 1 في سالب 2 سالب 2. سالب 2 أجمعها على الاتنين دي هيبقى صفر زي العسل. جبت الصفر ده. طيب اللي بعده الاتنين دي هضربها في سالب 2 هتبقى سالب 4. سالب 4 أجمعها على الأربعة دي أوبا جبت صفر تاني. حلو حلو. طالما دلوقتي أنا كنت عايز أجيب صفار أصلا. ماشي. وبعدين همسك السالب 2 دي هضربها في كام؟ سالب 2 هضربها في سالب 2 هيبقى 4. 4 أجمعها على سالب 4 دي ايه ده بقى؟ صفر كمان. كده المعادلة مش هتتحل. يلا بس نكمل. ماشي. التلاتة دي هضربها في سالب 2 هيبقى سالب 6. سالب 6 أجمعها على السبعة هيبقى 1. سالب 6 زائد 7 1. ماشي. المعادلة دي مش هتتحل. مش هتتحل ليه؟ هقول لك يا عم مش هتتحل ليه. مش هتتحل عشان انا لما اجي ارجعها لاصلها تاني، انا مش كنت قايل لك ان هنا في اكس وهنا في واي وهنا في زد؟ طب انا ينفع اقول لك ان صفر بيساوي 1؟ لا، المعادلة دي ملهاش حلول. السؤال اتحل كده. ماشي. السؤال ده انت لما تيجي تسولفه هو يعني مش هيطلع لك حلول. ماشي. طب اعرف منين ان هو مش هيطلع لي حلول؟ بص يا عم، لو لقيت ان معاك هنا، لو لقيت معاك ان هنا مثلا رقم بيساوي رقم مش هو، يعني مثلا لو قلت لك انا 3 بتساوي 1 ما ينفعش، يبقى المعادلة دي ملهاش حلول. طيب لو قلت لك ايه؟ لو قلت لك زي معادلة زي دي كده، 0 0 0 بتساوي 1، ما هو برضو بالعقل يعني كده المعادلة دي ما بتطلعش حلول. طب لو 2 لا دي تطلع عادي. ماشي ماشي. يبقى السؤال ده ملوش حلول. يلا نخش على موديل بي. موديل بي هو نفس الماتريكس A ونفس ماتريكس B، بس المتطلبات كلها مختلفة. طالبة B في A يا جماعة، B في A مش هي A في B، تختلف تماما. ماشي. وإيه كمان؟
وبي انفرس، المرة هنا في السؤال التاني كانت ايه انفرس، و5 في الايه. طب يا عم سهل، يلا بينا نشتغل. نجيب اول حاجة اللي هو البي في الايه. طيب بي في الايه، فاكر كنت بجيبها ازاي؟ كنت بعمل ايه؟ بمسك صف من البي، ماشي، بضربه في كل العواميد، بضربه هنا مرة وهنا مرة وهنا مرة، وبعدين اخش الصف التاني هنا مرة هنا مرة، وهكذا. لسه حالين سؤال زيه من شوية، ماشي. طيب يلا بينا نبدأ. هقول لك ان بي في الايه بتساوي ماتريكس 3 في 3، بس انا كنت عايز اسيب مكان احسب فيه. ثانية اقول لك ماتريكس بي في الايه اهي 3 في 3، واحسب هنا بقى وخلاص. ماشي، اول حاجة امسك اول صف اضربه في اول عمود. طيب 2 في 1 2، زائد -1 في -3 هيبقى -1 قصدي في 3 هيبقى -3، زائد 3 في 2 6. طيب هيبقى 2 زائد -3 هيبقى -1 -1 زائد 6 هيبقى 5. ماشي، نحط هنا 5. يلا نجيب الخانة اللي بعدها. طيب همسح الكلام ده كله، وخلصت أول عمود نخش على العمود اللي بعده. ماشي، نخش على العمود اللي بعده. طيب 2 في 2 هيبقى -4، زائد -1 في 5 هيبقى -5، زائد 3 في 6 18. طيب ده كده -9، -9 زائد 18 هيبقى 9، حط هنا 9. ماشي، خش في اللي بعده، امسح كل ده. ماشي، نخش على العمود التالت. 2 في 0، 0 في 3 بصفر، لا 3 ايه، 0 في 2 بس برضه بصفر. ماشي، زائد -1 في -4 يبقى 4، زائد 3 في -3 يبقى -9. ماشي، 4 زائد -9 هيبقى -5. صح، تمام. خش في اللي بعده. يلا نجيب الخانة اللي بعدها. ماشي، احنا خلاص خلصنا أول صف في البي، ماشي، وخلصنا كل العواميد في الايه. ماشي، فدلوقتي نخش في تاني صف في البي ونمسك يلا كل العواميد. يلا نمسك أول عمود. طيب 2 في 1 ب2، زائد 4 في 3 ب12، زائد 0 في 2 ب0. ماشي، يبقى معاك هنا 14. يلا على اللي بعده. انا مسحت، ماشي، نسيب الصف ده برضو، نخش على العمود التاني. ماشي، 2 في -2 هيبقى -4، زائد 4 في 5 20، زائد 0 في 6 بصفر. ماشي، -4 زائد 20 هيبقى 16. ماشي، حط هنا 16. تمام، الأرقام صح. يلا نخش في اللي بعده، نجيب الخانة اللي بعدها. يلا نخش على آخر عمود، نقول 2 في 0 بصفر، زائد 4 في -4 يبقى -16، زائد 0 في 0. ماشي، يبقى الخانة دي معاك ب-16. خش في اللي بعده. خلصنا خلاص الصف التاني، نخش في الصف التالت. المسطرة دي بتعصبني أوي. نخش في الصف التالت ونضربه في أول عمود. يلا بينا. 1 في 5 5، زائد 1 في 3 3، زائد -2 في -2 في 2 هيبقى -4. طيب 9، يبقى الخانة دي تطلع معاك ب5. كده مطلعتش 5 ليه؟ ثواني. 8 ناقص 4، 8 ناقص 4 ب4 يا جماعة، معلش. نخش على الخانة اللي بعدها، نمسك العمود التاني. 5 في -2 هيبقى -10، زائد 1 في 5 ب5، زائد -2 في 6 هيبقى -12. طيب -10 زائد -12 -22، زائد 5 يبقى -17. يلا على اللي بعده، آخر صف مع آخر عمود، ونجيب آخر خانة. 5 في 0 0، زائد 1 في -4 -4، زائد -2 في -3 هيبقى -6. طيب -4 زائد -6 هيبقى -10. لأ عندي غلطة، إيه هي بقى؟ نجيبها دلوقتي حالا بدل ما أقعد أقصقص وأعمل. 0 في 5 0، زائد -4 في 1 هيبقى -4، زائد -2 في -3 6. صح كده، يبقى هنا هتطلع ب2. الحمد لله جبنا البي في الايه. يلا نجيب البي انفرس.
طيب يلا بينا نجيب البي انفرس. طيب بي انفرس كان القانون بتاعها ايه؟ كانت بتقول ان 1 على determinant البي ماشي مضروب في adjoint البي. adjoint البي اللي هو ايه؟ سي ترانسبوز. طيب هات لي القانون على جنب، هات القانون على جنب. يلا نجيب السي زي ما جبنا في السؤال اللي فات على طول. طيب هو هنا ماشي، ويلا بينا هكتب ان السي بتساوي ماتريكس 3 في 3. كنت بجيب السي ازاي؟ حاول تفتكر. ماشي، نشطب على الصف وعلى العمود. طب بص اول حاجه بس نشطب على ماتريكس ايه كلها، عشان انا كنت زي الغبي دلوقتي هشتغل عليها وانا اصلا شغال في ماتريكس بي. طيب هشطب على اول صف واول عمود عشان اجيب الخانه دي. يلا بينا. ماشي، هضرب ده في ده ناقص ده في ده. 4 في -2 -8 ناقص 0. ماشي، يبقى اول خانه معايا هنا -8. يلا نجيب الخانه اللي بعدها. هشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 2 في -2 -4 ناقص 0. 0 في 5 0. ماشي، يبقى -4. هكتب -4؟ لا، هكتب 4. خد بالك بعد كده لو سمحت. الغلطة دي بتحرق دمي جدا على فكرة، بس تمام يعني. يلا نجيب الخانة اللي بعدها، نشطب على صفها وعلى عمودها. بقى دول اضرب ده في ده ناقص ده في ده. 2 ناقص 20 هيبقى -18. -18. طب يلا نجيب الخانة اللي بعدها على طول. هشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، يبقى ده هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، هيبقى 2 ناقص 3 هيبقى -1. بس ايه بقى؟ متنساش دي بتتغير. ماشي، فهتبقى هنا 1. انا عايز اغير الالوان. دي -8 دي -18 -8 -18. ماشي تمام، ونكمل. يلا نجيب الخانة اللي بعدها. هشطب على صفها وعلى عمودها. صفها وعمودها بقى لي دول. ماشي، هضرب ده بده ناقص ده بده. ماشي، 2 في -2 هيبقى -4 ناقص 3 في 5 15. يبقى -4 ناقص 15 هيبقى -11. لا، حسبت حاجة غلط. -4 ناقص 15 ازاي؟ طب انا حسبتها كده ازاي؟ هيبقى -19. -19. تمام، حط هنا -19. جيب الخانة اللي بعدها. اشطب على صفها وعلى عمودها. صفها وعمودها. ماشي، بقى دول هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 2 في 1 2 ناقص -1 في 5 هيبقى -5. يبقى 2 ناقص 5 هيبقى، اعتبر دي بلس، هتبقى 7. ماشي، حط هنا 7. شفت الغباء بقى؟ شفت الغباء؟ -7 عشان بتتغير. ما تنساش. الخانة اللي بعدها اشطب على صفها وعلى عمودها. اضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، -1 في 0 0 ناقص 3 في 4 12 يبقى -12. حط هنا بالابيض -12. الخانة اللي بعدها ماشي، اشطب على صفها وعلى عمودها. اضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 2 في 0 0 ناقص 3 في 2 6. يبقى حط هنا -6. لا، حط هنا 6. ليه؟ اشارتها بتتغير. ماشي، حط هنا 6. طيب يلا اخر خانة نشطب على صفها وعلى عمودها. ماشي، صفها وعمودها. هضرب ده في ده ناقص ده في ده. ماشي، 2 في 4 8 ناقص -1 في 2 -2. ماشي، 8 ناقص 2 هيبقى 10. طيب اشارتها بتتغير؟ لا، مبتتغيرش عادي. طيب انا كده جبت السي. ماذا بعد؟ القانون كان فيه ايه؟ كان فيه سي ترانسبوز، يعني هشقلب الصفوف اخليها اعمدة. طيب دقيقة واحدة هقول لك السي ترانسبوز بتساوي، وافتح ماتريكس 3 في 3. كل صف خليه عمود. ماشي، اول صف هخليه عمود يبقى -8 4 -18. اللي بعده
4. لا أنا اتلخبطت، دقيقة، أنا وسط على نفسي برضه عشان المنظر ده غلط. كل صف أخليه عمود، هنا يبقى -8، 4 -18. الصف التاني 1 -19 -7. الصف الأخير -12 6 10. ماشي، ده السي ترانسبوز. طيب الاي انفرس كانت بتساوي ايه؟ خد الكلام ده كده كوبي، تمام. تعالى تحت هنا كده قول لي ان الاي انفرس بتساوي 1 على ديترم، مش ايه بقى، احنا شغالين بيه دلوقتي، صح. بي انفرس بتساوي 1 على ديترمنت البي، ماشي، مضروبة في الكلام ده. بس انا كده جبت البي انفرس. طيب اخر مطلوب معايا طالب 5 ماتريكس A. طيب 5 A ايكوال، هفتح برضو ماتريكس 3 في 3 وهضرب كل عنصر في ال A في 5. طيب 1 في 5 5، -2 في 5 -10، 0 في 5 0، 3 في 5 15، 5 في 5 25، -4 في 5 ب-20، 2 في 5 10، 6 في 5 60 30، -3 في 5 -15. جبنا المطلوب الأخير. يلا نخش على السؤال اللي بعده. طيب السؤال ده هو السؤال اللي كان في موديل A بالظبط، بس فرق ايه؟ دي مختلفة، كانت رقم تاني. هتيجي تحل السؤال هتلاقي كل ده معاك صفار، كل ده صفار، يعني السؤال ده no solution. تمام؟ بس مش مستاهل انا احرق فيه على الفاضي عشان هو نفس السؤال اللي فات.